صدفة غريبة خلتني اكتشف جوهرة أثرية مختفية بين حواري القاهرة. كنا بنتمشى في شوارع الغورية ورا الأزهر وتهنا كالعادة بين الحواري، ولكن اكتشفت ان المنطقة اللي احنا فيها كل الشباب اللي فيها من اندونيسيا، ومعظمهم بيدرس في الأزهر الشريف وساكنين هنا. ودخلنا كافيه هما اللي عاملينه بيقدم أكل ومشروبات اندونيسية، ولما اتكلمنا مع بعض واتصاحبنا وعرفوا ان انا بصور الأماكن القديمة قالوا لي في جامع هنا روح صوره. وهنا كانت المفاجأة ان ده مش بس جامع، ده مكان أثري مهم جدا، المدرسة الشعبانية اللي بناها القاضي شمس الدين أحمد بن محمد بن شعبان العمري سنة 1566 ميلادي، يعني بنتكلم من حوالي مثلا 700 سنة، وكانت مدرسة لتدريس العلوم الشرعية. والجامع حاليا اسمه الصنهوري على اسم الشيخ الصنهوري اللي توفى سنة 1799 وكان شيخ الجامع ده. والمكان قريب جدا من الأزهر، انت بس اوصل ورا جامع الأزهر واسأل فين جامع الصنهوري، بس ما تسألش عن المدرسة الشعبانية علشان تقريبا ما حدش يعرفها هناك. اما بالنسبة للجامع فهو تحفة فنية، والسقف بتاعه من الخشب ومكتوب عليه أجزاء من قصيدة البردة اللي كتبها الإمام البوصيري، وفي كتير من شغل الأرابيسك وأعمدة الجرانيت اللي غالبا جت من المعابد الفرعونية. ما تنساش اللايك والشير والفولو. أشوفك في مكان جديد، سلام.